بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما نبدأ نسمي بالرحمن نحط لايك واشتراك. النهاردة كده قمنا من الصبح أنا وأمي السيد أخويا عايز ياكل أكلة محشيات كوسة وبرنجان. قلت له يا سيد يعني نغير، قال لا أنا بحب الحاجة دي واللي أنا أحبه تعملوه لي. طبعا هو بنبه على الغدا يا جماعة قبل ما يروح الشغل يعني. حطيت الفرخة تتلوح، اديتها تلوحة حلوة كده. طبعا حتى بصلة وطماطم وبهارات وكمون، يعني التتبيلة بتاعتها اهي. هسيبها تاخد تلوحة حلوة كده وبعدين ايه احط عليها المية عشان تستوي. ودي جبت بصلتين خرطتهم وقمت جاي مولعة عليهم اللي هم ايه يتجلوا اهو. وضربت الطماطم في الخلاط، الطماطم اللي كنت مخزناها في الفريزر طلعها على بقت لما فكت، جبت بقى ايه وضربتها، شفتها عامله ازاي وصفيتها. بسم الله ما شاء الله زي العسل اهي. البصله خدت لون، وهحط الطماطم وهسيبها بقى لغايه تتسبك، وبعد كده ايه نشوف الفرخه بقى نحط عليها ميه عشان تستوي. اديتها تقليبه حلوه كده بالمعلقه. بسم الله ما شاء الله، شفتوا طماطم زي العسل والتقليه حلوه خالص. اهي. اسيبها بقى تتسبك ونشوف الفرخة برضو نزيدها المية عشان تستوي. انا لوحتها تلوحة مظبوطة كده اهو. شفتوا بسم الله ما شاء الله. يعني بقول للسيد نغير الاكلة دي، لا انا بحب الفراخ في في الشوربة عشان اشرب مع محشي الكوسة والبرنجان، يبقى شوربة يعني. عايز لسان عصفور عايز شعرية براحته هو يعني. حطيت معلقة ملح، وبعد الفرخة ما تستوي اشيل برضو شوربة عشان ازيدها بها الكوسة والبرنجان تستوي اهو. بسم الله ما شاء الله زي العسل اكله، بسم الله ما شاء الله زي السكر كده. طبعا وادي الكوسة هيت والبرنجان قلنا بقى اللي احنا نجوره عشان هيتحشي. بس اخد البرنجان اغسله غسلة حلوة كده، وبعدين ابقى اديله لون كده في الوحه تلوحة حلوة كده في الزيت اهو. بعدين هيتلوح بلوحه في الزيت. ودي الكوسة اهي، وديت الكوسة اهي. شفتوا اللي جورناها زي العسل ازاي. الشوربة زي ده منه، مش بنسيب فيها اي حاجة كل اللي فيها بتشيل. طبعا وادي البرنجان اهوت هغسله قبل ما الوحه اهو، عشان لو في اي حاجة جوه ما تبعدش بتطلع في المية دي اهو. حطيت الزيت اتجدح، وبعدين حطيت بقى البرنجان عشان ايه ياخد لون كده في الزيت. بعد ما اتغسل جبته عشان ايه ياخد لون بسيط كده، وبعدين اطلعه بقى عشان يتحشي اهو. بسم الله ما شاء الله. ادي البرنجان رفيع اهو زي العسل. لازم ياخد لون الاول، لازم احنا كده ماشيين بالخطوات ده على طول. مش بعرف ان احنا نطبخه كده بالطريقه اللي اي حد ممكن يعملها بها، لا بقى لو باخد لون كده في الزيت وبعدين يطلع لما نكون خلصنا الطلبات بتاعه الخضار يعني تجهيز المحشي، يقوم هو بقى ايه يكون برد بسم الله ما شاء الله. شفتوا قلبته برضو، وكده هبدأ ان انا ايه اطلعه. هو أنا مش بخليه يغيب في الزيت، يعني لون بسيط كده اللي هو يدبل سنة بسيطة مش اكتر. هو كده كده هياخد لون في الفرن، مش بطلعه على طول يعني، بطلعه على طول من الزيت اه. شفتوا عامل ازاي عسل
انا جبت المقصوصه اطلع بيها، امالها هشتغل بايه؟ ما هي المعلقه ما تنفعش اللي انا اطلع بيها، لا قلت المقصوصه اجيبها. اه شفتوا. والله المقصوصه حلوه معايا، في كماج في قرص في اي ببقى ماسكه المقصوصه كده، يعني بتساعدني يعني. أي. بصفيها اهو. بسم الله ما شاء الله، كان زي العسل. الاكله ديت بصراحه انا برتاح فيها راحه يعني مش عارفه اوصف لكم ازاي، بس انا بحب البرنجان. طبعا انما الطباخ الكوسه لا. بتاع الافراح بيبقوا يعملوا كده. الكوسه مهما اكل فيها مش بتبقى لها طعم زي، انما البرنجان بيبقى طعمه حكايه تحفه كده. بسم الله ما شاء الله. اه خد لون بسيط بس يعني دبل بسيط كده. شفتوا جبت صينيه بقى، فردته خلص عليها كله اهو. لما يبرد، وابدا بقى اللي احنا ايه نحشي. جبنا بقى الخلطه الحلوه اللي انتوا شايفينها ديت. جبت بصلتين وجبت طماطم، يعني حبيتين طماطم كده او ثلاثه، عملتهم خلطة يعني خلطة كده تحت تحت الكوسة والبرنجان. وجبت فلفل وجبت جرنين شطة، بس الشطة دي بتبقى طعمها حكاية، بتخلي الأكل طعمه زي العسل كده. بسم الله ما شاء الله. شفت وطبعا دي الكوسه اهي بعد ما اتجورت بغسلها برضو زي البرنجان بالظبط اهي، عشان لو فيها اي حاجه من جوه اهي. شوف حلوه ازاي. بتتغسل كده. طبعا دي الخلطه بتاعت المحشي اهيت، دي بهارات وكمون اهي، ودي شبت وكزبره اهو. دي التجليه اهي بعد ما اتسبكت. شوفوا بسم الله ما شاء الله اهي. دي بقى بحطها على الخلطه اهي عشان نقلبها في بعضها. وادي دي البرنجان والكوسه اهي، وادي اللي بنقلبها في بعضها اهي. وديت الخلطه اللي انا كنت عاملاها دلوقتي في الصينيه برضه اهي، هتتحط تحت الكوسه زي ما انتم شايفينها اهي اهي. ادي اهوت خلصنا الحشيه، وديت الشوربه اهي بعد ما خلصنا زدناها كلها اهي اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضره النبي. وبعد كده بقى احطها في الفرن وتستوي. ادي المحشي اهو، وادي المحشي اهوت خلصناه وفي الفرن بيستوى اهو اهو. حطينا الشوربه عليه وملح ومولعين عليها. وطبعا ديت صينيه المحشي اهي بعد ما استوت طلعتها من الفرن اهي. اللهم صل على حضره النبي. محشي كوسه وبرنجان. الكوسه اهيت، اللهم صل على حضره النبي. طبعا بعد ما طلعتها من الفرن طبعا ده البرنجان. اهو. ده محشي البرنجان اهوت. ودي الاكل اهوت، شوربه وبرنجان وكوسه وفراخ اهي. وطبعا ده الليمون اهو، عصر يا سيد عندك ليمون.
اهو. وطبعا ده كمون عشان هنحط على الفراخ اهي. بعد ما استوت اتحمرت زي ما انتم شايفين اهوت. ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس. هو احلى اكل طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة الأفاضل اللي شايفيننا على الكاميرا، الأخت الغالية عاملة لنا شوية أكل كده النهاردة في الصينية وشوية فراخ زي ما حضراتكم شايفين، وتفضلوا معانا نتعشى سوا. احلى اكل طبعا واحلى متابعين. اتفضلوا بقى ويانا. اتفضلوا معانا الاكل.